دلوقتي هنشرح حاجة مهمة جدا في الإبيديرمس أو عن عامة الزوائد أو الحاجات اللي موجودة في خلايا الجلد، وهي الشعراية. طبعا هنشرح كده الشكل. أول حاجة أنا هرسم هنا عندي إيه؟ الإبيديرمس. تمام. طبعا أنا عندي الإبيديرمس هي اللي فوق، وعندي بعد كده الديرمس اللي تحت. ده شكل كروكي يعني. تمام. الإبيديرمس هي الطبقة اللي فوق دي. بعد كده عندي الديرمس هي الطبقة اللي تحت اللي فيها الهير فوليكل. تمام. بنلاحظ بقى ان الابيديرمس فيه هنا اللي بنقول عليه ابيديرمال كيراتينوسايت لاين او ابيديرمال كيراتينوسايتس لاين. تمام. لكل الهير فوليكل اهي. دي الابيديرمال كيراتينوسايت لاين على كل الهير فوليكل. طبعا ده شكل كروكي بحت يعني. epidermal keratinocytes line. تمام. على كل الهير ايه فوليك. وانا برضه هحط لكم صور توضح الاناتومي بتاع الهير فوليكل والكلام ده بطريقة بروفيشنال اكتر يعني ده. الكراتينوسايتس دي هي الانسايد لاير، بتبقى على طول الهير فوليكل، على طول الهير فوليكل دي كده. الكراتينوسايتس دي جاية كده بتنزل لحد البيز. دي الطبقة الانسايد اللي جوه بطول الهير فوليكل دي اللي جاية من الابيديرمس ابيديرمال سايت. هي مهمة طبعا. it's very important لل thickness injuries، عشان لو الحتة اللي من فوق دي كده حصل لها lost، فهي ايه؟ بتبقى ماسكة يعني، بتدي السكنس للشعراية. تمام. طبعا هي الكراتين دي تمام ادي هنا في اللور او في البيز، لو حصل هنا زي ما قلنا لوست كده للحته اللي من فوق، فهي يحصل لها ريجنريشن من الديرمس، من الطبقه اللي تحت بتاعت الديرمس. يحصل لها ريجنريشن، بيحصل لها ريجنريشن من اللور. تمام. بحيث ان هي يعني لو حصل اي فقد في الطبقه اللي من فوق، يبقى يحصل ريجنريشن من اللور اللي هي preserved within dermal او deep dermal. تمام. يبدأ يحصل تجديد للخلايا تاني. هنا بقى تحت طبعا بنكمل طبقة الكيراتين دي. وبيقول لي هنا تحت خالص بيبقى فيه زي بروجيكشن كده، زي بروز بيتقال عليه شبه البلي كده، بابيلي، زي بروز كده شبه البابيلي، عشان كده بيقولوا عليها بابيلي هير. ده بروجيكشن من جوه كده، انسايد لجوه شبه البابيلي، فبيسموها بابيلي هير. بابيلي هير دي بتبدأ تنمو لجوه كده. ادي البابيلي هير. يحصل لها جرو
زي بروز. بصوا شكلها بره كده زي ايه اهو كده، ده شكلها دي كده لوحدها لو اخدناها بره. في البوتوم هنا بيبقى فيه germinative layer تطلع برضو لفوق، تمام. هنا بيحصل لها ميتوزس وتبدأ تطلع لفوق. هنا germinative layer بتاعت الهير، germinative layer، تمام. يعني لو هناخدها لوحدها ادي اهي البابيلاي زي ما قلنا، بابيلاي بروس كده، البابيلاي بروز اهو، بيبقى لازق فيه الجيرمينيتيف لاير، يحصل لها ميتوزس وتبدأ تطلع لفوق، تمام. بيحصل لها ميتوزس وتبدأ تطلع لفوق الجيرمينيتيف لاير دي وتعمل كومباكت سيل. بتصبح بعد كده كومباكت سيل، become compact cell. بنقول عليها compacted keratin cells لأن هي producing keratinocytes، يبقى compacted keratinocytes أو compacted producing keratin cells، تمام. طيب هي compact كده compacted وتعمل لي وتنتج الكيراتين، وتبدأ الهير grows up the hair follicle forming hair shaft اهي، هتبدأ تطلع لفوق، تمام. بيحصل لها growth تديني الهير شافت، تديني هير شافت بره السيرفس، بره السيرفس. لو هناخدها في المقطع اللي لوحده اهي، هتبدأ تطلع كده، تمام. دي هنا البوتم بارت، ده الجزء ده بنقول عليه الهير بالب، ده البالب، ده الهير بالب. وقلنا البروز ده بابيول او بابيلي. يبقى هنا الحتة دي الجزء اللور ده بنقول عليه الهير بالب اهو، ده الهير بالب، ودي البروز ده البابيلي، تمام. يبقى بعد كده هيطلع بقى قلنا الجزء اللور ده بالب، تبدأ تطلع بقى ايه الهير شيفت compacted dead keratin yield compacted أو held together some protein extracellular matrix some protein extracellular matrix. يبدأ يطلع الهير شافت كده، نقول عليها هي compacted cell compacted dead keratin yield، تبدأ تطلع تديني بقى احنا قلنا دي بتعمل generation الكراتينوسايتس، يبدأ هنا يطلع dead keratin yield held together يمسك مع بعضه بsome extracellular matrix. الجيرمينيتيف لاير دي برضو، الجيرمينيتيف لاير دي هي برضو اللي بتديني اللون بتاع الشعر، الجيرمينيتيف لاير هي اللي بتديني اللون بتاع الشعر، تمام.
هي اللي بتديني البيجمنت، يبقى هي بتعمل بروديوس، بتعمل ريجنريشن او جنريشن للكراتينوسايتس، تمام، وبتعملي بروديوسنج للبيجمنت او الكلر. هي بتديني الكلر بتاع الهير شافت، هي اللي بتديني الكلر. يبقى هنا الجيرمينيتيف لاير دي اللي قلنا عليها compacted cells او compacted keratin cells، هي نفسها برضو فيها الميلانين، عشان كده بتديني الكلر، تمام. طيب يعني لو حد عنده جراي هير او شعره جراي هير، معناها ان عنده فقد او لاك، عنده نقص في البيجمنتس بتاعت الجيرمينيتيف لاير، عنده نقص في البيجمنتس، تمام. يبقى انا عندي البابيلي، بابيلي، بعدها الجيرمينيتيف لاير. الجيرمينيتيف لاير دي اللي قلنا عليها البالب، بتلاقيها زي بالب اهي، زي بالب كده، بالب كده، تمام. قلنا دي بتعملني بروديوس حاجتين، بروديوس الكومباكت compacted keratinocytes وبروديوس البيجمنت. ولو في جراي هير يبقى هي ما بتديش بيجمنت كويس، يبقى في مشكلة في الجيرمينيتيف لاير اللي هي البالب او الهير بالب، ما بتدينيش بيجمنتس. بيقول لي هنا البابيلي هير دي، البابيلي هير مهمة جدا، لان انا هنا عندي الأوعية الدموية، الشرايين والأوردة اللي فيها، تمام. ادي شريان اهو، وده اللي بيديها نيوترينز، بيديها التغذية. ادي شريان اهو، وبينزل منه الفين. المفروض اعملها لكم بلون تاني، وبينزل منه الفين، تمام. يبقى البابيلي هير دي مهمة عشان فيها الشرايين والايه والأوردة. البابيلي هير، يبقى البلد اللي فيه اكسجين ونيوترينز بيبقى في الحتة دي بتاعة البابيلي هير. البلد containing oxygen and nutrients بيبقى في الحتة دي بتاعت البابيلي هير. البابيلي هير دي متوصلة بالبلاد فيسلز، البلاد فيسلز اللي بتديها التغذية. يبقى أنا عندي البابيلي هير متوصلة ببلاد فيسلز اللي فيها الأكسجين والنيوترينز، تحتها أو ملزوق فيها البابيلي هير، فوقيها الطبقة اهي بابيلي هير، البروز ده فوقيه الطبقة الجيرمينيتيف لاير. الجيرمينيتيف لاير دي اللي هي البالب هير اللي بتديني الكومباكتد كيراتينوسايتس والبيجمنتس. يبقى هنا ده بياخد الاكسجين والنيوترينز من البابيلي هير، تديها
والفلويد طبعا تديها للجيرمينيتيف لاير، تمدها بالاكسجين والنيوترينز. تمام. ودي التغذية المطلوبة للهير فوليكل. دي التغذية المطلوبة للهير فوليكل. الهير فوليكل اللي في الدرمس متوصلة او open بجلاند، بتفتح بجلاند بنقول عليها بتفتح بجلاند، بنقول عليها species gland. يبقى الهير او الهير فوليكل بتفتح بجلاند اسمها species gland، ودي اللي بتديني السيبم، دي اللي بروديوس السيبم. السيبم ده oily material، oily material هو الطبيعة it's waxy nature، طبيعته الواكس دي it's waxy nature، بتخلي السكين water proofing، بتخلي السكين make skin water proofing، water proofing، make skin water proofing. تمام. يبقى السبيشيس جلاند دي بتطلع لي السيبم. تمام. والسيبم ده اويلي ماتيريال، وطبيعته الاويلي دي بتخلي السكين ووتر بروفنج. طب الاويلي ماتيريال دي فيها ايه؟ او السيبم سيلز دي او السيبم سكريشن ده عبارة عن ايه؟ ترايجليسرايد، كوليسترول، وبعض البروتينات some بروتين، وبعض المينرال سولت some mineral salts. يبقى السيبم ده بيتكون من ايه؟ من ترايجليسرايد، كوليسترول، some protein some mineral salts. وده بيخلي السيرفس بتاع السكين، بيخلي السيرفس بتاع السكين is oily and supple، is oily and supple. احنا لو جينا عملنا بصبعنا كده عند حتة المناخير دي او النوز من الجنب، وعملنا رابنج كده قعدنا نعمل كده يعني، هنلاقي كده في مادة دهنية، هنلاقي في مادة دهنية دي بتحافظ على الجلد. السيبم ده keep the skin moist، بيحافظ على الجلد رطب. هي فيها برضو antibacterial properties، فيها خواص مضاد للبكتيريا. فاحنا لو عملنا غسيل جامد قوي، فكأني لو غسلت جامد قوي السيرفس ده كأني بشيل خالص الدهون والانتي بكتيريال بروبرتيز. لو عملت vigorous wash او غسيل عنيف، يعني غسيل قوي او مواد قاسية قوي او كيميائية قوي، فعشان كده انا من مصلحتي اني ما اشيلش كل الدهون دي، انا بحتاجها لانها مهمة. السيبم ده مهم بس ما يبقاش افرازه زايد، ما هو افراز الدهون ده بمعدل معين، لا يبقى زيادة قوي ولا يبقى قليل قوي، لان لما بيبقى قليل قوي بيعمل لي دراي سكين، ولما بيبقى زيادة قوي بيعمل لي اويلي سكين. انا عايزه بالمعدل الطبيعي. يعني هنا السيبم ده انا عايزه
بالمعدل النورمال الطبيعي. لو كان زيادة افرازه زائد عن المعدل الطبيعي، لو زيادة عن المعدل الطبيعي هيعمل لي oily skin. طيب ولو كان قليل عن المعدل الطبيعي هيعمل لي dry skin. فانا عايز ان هو يبقى normal افراز السيبم production او السيبم secretion، انا عايزه يبقى normal عشان النورمال سكين، اخلي بشرتي عادية. فعشان كده لو بشرة دهنية او جافة بحاول اعالجها بحيث ان اوصل للنورمال سكين. فهي لو بشرة فيها زيادة في الدهون انا بقللها عشان توصل للمعدل الطبيعي، ولو هي قليلة في الدهون قوي بزود شوية ترطيب وغيره عشان توصل للمعدل الطبيعي او النورمال سكين او لطبيعة النورمال سكين. يبقى سبيشيز جلاند دي هي اللي بتفرز لي السيبم. السيبم ده opening في الهير فوليكل، تمام، and travel up onto the surface، بيطلع للسيرفس. هي بتطلع من السبيشيز جلاند للهير، تطلع للسيرفس، وهكذا. هنا برضو اهي تطلع لي الافرازات للسيرفس. يبقى السيبم بيطلع في الحتة بنقول عليها neck of hair follicle، النك كده of hair follicle تطلع out للسيرفس. هنا في الهير فوليكل ده، كل ده هير فوليكل في الديرمس بنقول عليه هير فوليكل، تمام. وده الهير شافس اللي فوق السيرفس، تمام. هنا في عضلة erector belly او erector muscle، هي smooth muscle، في عضلة ملتصقة بالهير فوليكل، تمام. في عضلة ملتصقة بالهير فوليكل، هي small muscle and smooth muscle، يعني هي عضلة صغيرة وسموث. يبقى هنا في smooth muscle وسمول muscle، يبقى erector pili أو بيقولوا عليها يبقى erector pili أو erector muscle هي smooth وسمول muscle. ال erector muscle دي أو ال erector pili لما بيحصل لها contraction تتشد كده، لما بيحصل لها contraction تتشد، بتقوم تشد معاها دي الهير فوليكل، وبالتالي الهير شافت بتقوم تشدها كده، تشد الجزء البوتوم that way، تشده كده وتشد معاه الشافس دي، تشد معاه الشافس دي كده، تبقى كده، تبقى الشافس كده تشدها كده. لو حصل لها contraction هتشد الشافت كده
وتزق دي وتزق دي الناحية دي. لما يحصلها contraction تنقبض كده، تمام، هتقوم تشد ده كده وتشد ده كده. فالإركتور بيلي هي دي اللي بتعمل أو make the hair stand erect، بتخلي الهير يحصل لها erection، تبقى كده. دي جملة لما بنقول شعري وقف من الخضة، أنا شعري راسي وقف من الخضة، يحصل contract للإركتور بيلي أو الإركتور muscle كده، فتشد الجزء البوتم كده الناحية دي، وتخلي ده يجي كده، بدل ما هي كده لأ كده، فيحصل لها erect، تخلي الهير erect، تبقى واقفة كده. الشعر بيبان أكتر الكلام ده في الحيوانات. الحيوان لما يتعرض لحاجة أو يقولك لما بيخاف يقوم يحصل للماسل دي erection، تمام، يحصل لها contraction قصدي الإركتور بيلي، ويحصل للشعر بتاعه erection، فتلاقيه كنوع من أنواع إن هو بيدافع عن نفسه يعني. وفي نقطة كمان، هي لما بيحصل للماسل دي contraction فبتخلي قلنا الهير erect، يبقى الهير lots of hair erect، يحصل له erect، فيحصل trapped للأير، يبقى في هنا trap للأير، فده يعمل heating، الهوا هنا يولد لي حرارة. فدي برضو لما يكون الشخص بردان، يعني في حالة الكولد، في cold sensation يحصل contraction فتخلي الهير erect، فيحصل air trapped ويحصل heat. وكمان الكونتراكشن ده بيخلي السيرفس ده داون، يخلي السيرفس ينزل كده لتحت، تمام، تعمل له داون، تشد كده وتجيب ده كده بتنزل، ما هو بيحصل لها كونتراكشن هتشد من فوق وهتشد من تحت، كونتراكت، فهتخلي السيرفس ده داون، تمام، فيحصل اللي بنقول عليه الجوز pimples، الجوز pimples، تمام. الهير روت plexus حواليها nervous، بيعملي sensory nervous، تمام. يبقى الهير روت plexus hair root plexus حواليها الsensory nervous going off towards the central nervous system، دي اللي بتخلي الشعراية كده تتحرك، عشان في هنا sensory nervous رايحة للcentral nervous system. الhair root plexus قلنا حواليها collection من النيرفس او الsensory nervous، تمام. وهي sensitive قوي لللايت، sensitive قوي للضوء، تمام. هي sensitive للضوء خالص، يعني مجرد ما يجي ضوء برضو تتحرك، ودي برضو تيجي كده، وده اللي بيعمل السنسيشن. عشان كده هنا الهير فوليكل، طبعا احنا قلنا
كل اللي تحت الابيديرمس ده الهير فوليكل اللي هو في طبقة الديرمس، دي الابيديرمس اهي، واللي تحتها ده الديرمس. تمام. الهير فوليكل، وتحت خالص سبكيوتينيوس لاير، هي فيها هنا حواليها كلها blood supply ونيرفس، حواليها كتير اعصاب وبتاع، هي دي اللي بتعمل السنسيشن، وهي سنسيتيف جدا لللايت. يعني لو في ضوء برضو قوي، يعني مثلا هتلاقي في ال الحاجات اللي هي فيها الشعراية هنا ما بتلمسش الجلد، يعني اللي بره ده بعيد من الجلد. لو بس عملت تاتش للشعراية، ما عملتش تاتش للسيرفس سكين، تاتش بس، لمست بس الشعراية، ما لمستش حتى السيرفس سكين. زي مثلا الحيوانات اللي فيها شعر طالع لبره ده، او اي حاجة عندنا احنا، الايلاش، الكلام ده. فلو لمست اي حاجة، اي شعراية، او احنا عندنا الايلاش، هي سنسيتيف قوي لللايت واي تاتش فيها، اي حاجة بتقوم يحصل كده من النيرفس، تقوم جايبة دي كده. يبقى احنا قلنا ان انا عندي البابيلي هير بتطلع الهير بابل، الهير بالب قصدي، البابيلي هير بتطلع الهير بالب اللي هو بيطلع لي الكيراتينوسايتس والبيجمنت اللي بتتحول بعد كده لديد كيراتين تطلع فوق الهير شافتس. تمام. وده يعتبر الهير فوليكل، يعني دي الهير فوليكل فيها الهير بابيلي والهير بالب والماتريكس اللي جوه، الماتريكس اللي جوه اللي هي بتبدأ تطلع لفوق عشان تكون لي الهير شافتس. تمام. وقلنا ان الهير دي ماسك فيها سبيشيس جلاند، وماسك فيها نوع من السموث ماسل، لما بيحصل لها كونتراكشن بتعمل الهير، بتخليه erect. وقلنا السيبم ده مهم عشان احتفاظ الجلد برطوبته والتكتشر بتاعته. ده فيديو هنا بيورينا الهير فوليكل، ادي دي الهير فوليكل. تمام. اللي هو بيخططها بالاسود دي الهير فوليكل، ودي المصل اللي من الجنب الشمال اللي قلنا عليها الاريكتور بيلي مصل. تمام. اهي اللي من الجنب هنا، وفي الهير والهير فوليكل، واللي فوق ده الشافس. تمام. طبعا اللي تحت قلنا الروت، اللي تحت الابيديرمس، ادي هو هنا مكبرها اكتر، الحتة بتاعت البوتوم بتاعت البيز اهو. هو هنا هيعلم لي على الهير عامة، وهيقول لي البابيلي هير فين والبالب هير فين. تمام. دي الهير فوليكل اللي هو علمها بالاسود، ادي الهير فوليكل. تمام. بيقول لي في epithelial root sheath و connective tissue sheath. اللي جوه الاحمر ده شاور لي عليه الابيثيليال اهو، هنرجعه تاني. الاحمر ابيثيليال واللي بره connective tissue. اللي بيعلم عليها باللون الاحمر دي اهي الهير بابيلي هير اللي قلنا عليها بروجكشن كده زي بروز، ومرتبط بالبلاد سبلاي. ده بروز. وبصوا لو خدتوا بالكم دي السبكيوتينيوس اللي لازقه تحت، دي السبكيوتينيوس. تمام. دي كلها اللي معلم عليها بالاحمر، هو عامل اهو محتوى الاحمر ده الهير بابيلي، وهو بيوريني الهير ماتريكس اللي هي ما بين الاسود والاحمر، ده الهير ماتريكس. ادي الهير بابيلي الجزء الاحمر ده،
بعد كده الهير ماتريكس ما بين الاحمر والاسود، ده الهير ماتريكس اللي قلنا فيه الكراتينوسايت وكمان في الميلانوسايت اهي. الخلايا دي اللي هي البني دي اللي بتديني البيجمنت بعد كده. تمام. الهير بالب هيبدأ يقولك الهير بقى الفوليكل لما بيطلع الهير ماتريكس كده، ادي الحتة الحمراء قلنا الهير بابيلي، احمر والاسود الماتريكس البالب الهير بالب اللي فيها الميلانين او البيجمنتس وفيها الكراتين. هتبدأ بقى تطلع تعمل جينيريشن للهير. الهير ده فيه ايه؟ الهير ده فيه ايه بقى اللي طلع اللي اتكون اهو الاسود ده؟ في الجزء اللي من جوه ده ميدالة، واللي في النص كورتكس، واللي بره الكيوتيكل. الكيوتيكل اللي هي الخلايا البيضة دي، في خلايا كده هتلاقوها بيضة اهي. تمام. وبعد كده الاحمر اللي جوه، بعد كده الاصفر. الخلايا البيضة دي كيوتيكل. الكيوتيكل دي اللي مسؤولة عن شكل الشعر بره او المسامية بتاعته، تبقى مسؤولة عن المسامية بتاعت الشعر. الكورتكس دي اللي فيها الميلانين. ادي بصوا الميلانين اللي جاي من البلب اهو، اللي ما بين الاحمر والاسود. الخلايا البني دي اللي عاملة زي شجرة زغنططة كده ولا حاجة، دي تبدأ تطلع هنا في الكورتكس الميلانين. جوه ده المضلة اللي هو شايفين الخلايا اللي ما بين الاسود والاحمر اللي جنب الشجرة او جذع الشجرة دي كيراتينوسايت تبدأ تطلع في الاصفر ده. الكيراتين اللي هو في المضلة هي اللي فيها الكيراتين. ويبدأ الميلانين اهو على الجنبين يطلع في الكورتكس، وبره ده الكيوتيكل. يبقى ادي الهير فوليكل هنا، ادي الاحمر ده البابيلي هير، ما بين الاحمر والاسود الهير بالب اللي فيها الكراتينوسايت، وفيها اللي من على الجنبين الميلانين او الميلانوسايت. يحصل لها ميتوزس وتبدأ تطلع الهير فوليكل وتعمل جنريش تكمل للكراتين، كومباكت كراتين. وادي الكورتكس يبقى فيها الميلانين، والطبقة اللي من بره دي اللي هي الكيوتيكل اللي هي مسؤولة عن المسامية ضيقة ولا واسعة ولا متوسطة ولا ايه. تمام. دي كده الحتة دي طبقة الديرمز، وتحت دي السبكيوتينيوس. تمام. وفوق في الهير شافس عند الابيديرمس بتطلع بقى من الجلد نفسه. اهو هنا بيقول لي two types of hair. ادي التيرمينال هير او البيجمنتد هير، والهير اللي هي نون بيجمنتد. هنا بيشرح لي برضو الضوافر. هيبدأ يشرح لي الضافر او النيل برضو من الحاجات الزيادات. زي ايه بقى او تركيبته ايه؟ في فري ايدج ولاترال نيل فولز والبروكسيمال نيل فولز. وهيجي يشرح بالتفصيل شكلهم التشريحي. واخر حاجة الإبينوكيم. هو هنا هيشرح شكل الضافر، جابه من الجنب اهو. ادي النيل بليت اللي هي بره اللي احنا بنقصها دي، النيل بليت اهي اللي بره، تحتها طبقة من الجلد. النيل بليت اللي بره واللي فوق، اللي تحت اللي بتدخل على تحت بيقول عليها النيل روت. ودي الحتة اللي لازقة فيه على طول بيقول عليها النيل بيد. ولو الضافر نازل لتحت خلاص، اللي هما ورا حتة الضفر دي المات.
ادي الحتة دي ماشي، دي النيل بليد، الحتة دي نيل بليد. اللي من هنا بقى تحت اهو، ده اللي تحت الضافر، تحت ده كده، تحت الضافر دي بيقولوا عليها نيل روت. من جوه بقى في طبقتين، طبقة النيل بيد اهي، النيل بيد اللي تحت النيل بليد، وطبقة النيل ماتريكس اللي تحت النيل روت. تمام، يبقى النيل بليت اللي فوق، النيل روت اللي تحت، وادي النيل بيد، وادي النيل ماتريكس. هنا بيوريني الزوايد اللي في الجسم، قلنا النيل، وادي الهير والهير فوليكل، بيوريك الصباع من جوه الشكل التشريحي بتاعه اهو، نفس الحاجة نفس الشكل لما جه قلب الصباع بتاعت الهير. هو هنا عايز يعرفني ان هنا اللي بتحوط النيل ابيثيليال سيل، نفس الاستراكشر بتاع الهير. بس ودي الاشكال التشريحية برضو هنكمل مع بعض الانترودكشن. شكرا.